يسعد أوقاتكم جميعاً. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وطبخة جديدة، أكلة ملوخية الكل بحبها، هي الملوخية. تابعوا معي كيف رح أحضر الملوخية على طريقتي. لبلش بدي أسلق الدجاج. عندي لترين من المي، حزيد عليهم مطيبات هني قشرة الليمون، بصلة مقطعة، عندي جزر، توم هو من أساس نكهة الملوخية، عندي عروق الكزبرة، كمان الكزبرة هي النكهة الأساسية بالملوخية. هيك الدجاج حيتشرب نكهة الكزبرة وتطلع طعمته أطيب. من البهارات بدي أضيف بهار فلفل حب حلو، 3 حبات من كبش القرنفل، 3 حبات هيل بدي افتحهم ليطلعوا نكهتهم، عود قرفة كسره ليطلع نكهته، 3 اوراق غار. بدي زيد ملعقة من بهار الدجاج من رومان اللي رح يعطي نكهة أطيب بكتير للمرقة. وأكيد الملح، حضيف هلأ نص ملعقة ملح صغيرة. غليت المي، حزيد صدورة الدجاج المسحب، عندي 3 قطع من صدر الدجاج المسحب. ليه المي المغلية لسلق الدجاج؟ لأنه المي المغلية حتخلي الدجاج يتماسك ويحتفظ بنكهته وخلاصته، هيك بنحصل على نكهة أطيب. ونصيحة للدجاج ما تسلقوه يكون طالع من الفريزر، طلعوه قبل بوقت، اتركوه ليدوب ثلجه بالبراد من قبل بليلة ورجعوا اطبخوه بس يصير طري. بدهم من نص ساعة لساعة حسب حجم الصدر اللي عم تستعملوه. مثل ما شايفين لما نغلي المي ما بتعود تطلع زفرة الدجاج على وجه المرقة، هيدا الشيء أطيب وأصح. حخفف النار وغطيهم، اتركهم ليستووا. بهالوقت بدي احضر الملوخية. هلا حبلش بتحضير الملوخية. عندي 200 جرام ملوخية يابسة من رومان. عم بستعمل الملوخية اليابسة لأنه بتعطي نكهة أطيب وأقوى ومركزة أكثر بالطبخ. ملوخية رومان بميزها إنها ملوخية مصرية أصلية وكل ورقة بورقتها وكتير نظيفة، ما بحاجة إنكم تنقوها. بدي انقعها بمي فاترة ل10 دقايق. بهالوقت عبال ما تنتقع الملوخية بدي بلش بالتقلية. عندي 3 ملاعق زبدة قليت فيهم بصلة مفرومة ناعمة لحتى أخذت اللون البني. دايما البصلة بس تتقلى منيح بتعطي نكهة أطيب بالطبخ. كمان في ناس بحبوا الملوخية تكون دسمة، بقلوها بالسمنة، بقلوها بدهنة الخروف، بتتقلى لتطلع سمنتها، بيرجع بيطبخوا الملوخية فيها بتطلع أطيب وأدسم. بدي أخلط المكونات، هن كزبرة، عندي باقة كزبرة، نص راس ثوم مدقوق ناعم. بالنسبة للبهارات حاستعمل ملعقة ونص صغيرة من القرفة، ملعقة ونص صغيرة كمان من 7 بهارات، ملعقتين صغار كزبرة يابسة، ملعقة صغيرة من الفليفلة الحرة الحلوة، وملعقة صغيرة من الفليفلة الحرة والملح. حزيدهم فوق الكزبرة والثوم، بخلطهم منيح. انخلطوا معي المكونات، حضيف نصهم بأول التقلاية والنص الثاني حضيفه بآخر الطبخة، هيك بيعطوا نكهة أقوى وأطيب. وعندي نص راس ثوم خليته صوص، بدي اقليهم منيح ليطلعوا نكهة أقوى. هلا بدي زيد مرقة الدجاج. لاحظوا انه ما في ولا نقطة زفرة على وجه المرقة، هيدا بسبب المي المغلية اللي سقطت فيها الدجاج. حاخد من مية الدجاج وزيدها فوق التقلاية. طبعا مية الدجاج مية اللحمة بتزيدوها على قدر كمية الملوخية اللي بدكم تستعملوها.
عم تستعملوا اكثر من 200 جرام بدكم تستعملوا مرقه اكثر. انا هون عم بستعمل تقريبا لترين من مرقه الدجاج. بلشت من هلا تطلع ريحه الملوخيه. ريحه الملوخيه من اشهر روايح بالطبخ. دغري بتتميز انه هاي ريحه الملوخيه. بهالوقت بتكون الملوخيه انتقعت، بدي صفيها من المي وزيدها فوق المرقه. الملوخيه ما بتتعصر، لانه بس تتعصر حتروح ميتها وتخسر نكهتها. بهالشكل هيدا بنصفيها منيح وبزيدها فورا فوق مرقه الدجاج. بهالشكل هيدا بدي زيد الملوخيه. حنزلها. شايفين هالالوان الاخضر الاحمر؟ يا ريت فيكم تشموا الريحه قديش هي طيبه. ما تستغربوا انه حطيت البندوره. البندوره بسبب الحموضه والاسيد اللي فيها رح يمنعوا مرقه الملوخيه انها تمط وتخيط بسبب الماده اللزجه اللي فيها. هيدا الشيء اللي كتار بينزعجوا منه ما بيتقبلوه، بقى هيك حتاكلوها بكل شهيه. هلا غليت الملوخيه، بدي خفف النار، غطيها. عاده الملوخيه اليابسه بتاخد ساعتين لتستوي. استوت الملوخيه، حبة البندوره شلتها. لاحظوا كيف مرقتها ابدا ما عم تمط ولا عم تخيط. بدي زيد بقيه تحبيشه. بحرك دايما لما تزيدوا التحبيشه، الكزبره والثوم والبهارات اخر طبخه الملوخيه، بس تستوي الطبخه يعني تحصلوا على نكهه اقوى واطيب. بحرك. حزيد الدجاج اللي سلقته، نطرته لبرد وقطعته. ما معقول ريحتها شو بتشهي. بيقولوا الأذن تعشق قبل العين أحيانا، بس مع ريحة الملوخية اسمحوا لنا الأنف يعشق قبل الفم أحيانا. بدي أسكب الملوخية. أكيد الحر، الملح، هذا الشيء بيرجع لحسب الذوق. كل حدا قد ايه بيحب الحر، قد ايه بيحب الملح. بخفف أو بزيد الكمية حسب الذوق. خليني زيد بعد دجاج على وجه الصحن. أكيد الملوخية ما بيطيبها إلا الحر. رشة حر. هيدي الملوخية صارت جاهزة. حقدم معها الرز المفلفل. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي بتحضير الملوخية. ما تنسوا اللايك وسبسكرايب لتوصلكم أطيب وأشهى الوصفات. ميرسي إنكم تابعتوني.